بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ طبعا موسم المدارس ودخلنا بقى على المدارس وسندوتشات المدرسة. انا هقولك ان شاء الله بربع كيلو بانيه. هنعمل الناجت الصوابع عشان يبقى سهل علينا كده نحطه للولاد في السندوتشات. جميل قوي قوي وسهل جدا. من ربع كيلو بانيه هتقدري تعملي لولادك، ممكن يكفيكي كمان يومين. انا الكمية اللي عملتها دي قعدت معايا يومين. وبصوا بسم الله ما شاء الله جميل قوي، وطريقة سهلة جدا جدا وأوفر كمان من الجبنة واللانشون والجبنة الرومي اللي انت هتجيبيها، ده أوفر منه بكتير. الربع كيلو بانيه حوالي ب40 أو 45 جنيه، وهيكفيك يومين، فطبعا هيبقى كده أوفر بكتير. معانا اهو ربع كيلو بانيه، أنا كنت مفرزاه بس طبعا غسلاه. ومعايا بصلاية كبيرة، 3 معالق بقسماط، ومعايا بيكنج باودر وبصلتين وسط، بطاطستين وسط كده مسلوقين. ومعايا بقى البهارات بتاعتي، اي بهارات ممكن تحطيها، توابل فراخ ومكعب مرق وملح وفلفل وقرفة. ومعانا بقى طبعا بيضايه، وهنبتدي بقى نضرب كل الكلام ده في الكبة. بس في الاول بقى هننعم البصل كده كويس. معلش بقى يا جماعة ما تاخذونيش، انا عندي برد، عارفين بقى الجو كده وتغيير الفصول. بعد ما نفرم البصل كويس هنفرم بقى معاه الفراخ، لازم تنعميهم قوي. بصوا بالشكل ده كده. وبعدين بقى هنبتدي نضيف كل المكونات بتاعتنا، على اساس بقى ان احنا ايه هنفرمهم فرم جامد قوي. هنحط التوابل بتاعتنا، التوابل بقى اختياري براحتك، بس طبعا الاساسي فيها مكعب المرق والملح والفلفل وبهارات الفراخ. عايزه تضيفي قرفه براحتك، لو مش عايزه كمان براحتك عادي. دي بقى بطاطسايه كبيره مسلوقه او 2 وسط. طبعا معانا بقى ايه المكون السحري اللي هو بتاع الكفته على طول، اللي هو البيكنج باودر. هنحط معلقه هرميه كده صغيره. بصوا هنفرمه بقى كويس قوي كده في الكب. بصوا بقى معايا بقت عجينه ايه طريه، لازم اخليها تستريح في التلاجة شويه او في الفريزر كده نص ساعه على اساس تقدري تشكليها. بصي بقى بعد ما استريحت جمدت شويه وبقت جميله قوي. بصوا بقى انا جبت خلطه الكريسبي دي اللي هي من عند العطار، دول ب5 جنيه، بس لقيته خشن شويه نعمته في المطحنه بتاعه الخلاط. بصوا بقى بالشكل دوت. هبتدي بقى اجيب ورقه زبده كده او كيس بلاستيك، وتدهنيه كده دهنه زيت، وتمسحي ايدك برضو بالزيت عشان تقدري تشكليها. بصوا بالطريقه دي تعمليه صوابع. احنا طبعا النهارده مش هنعمله قطع مربعات كده، صوابع دي على اساس تقدري تحطيها في الرغيف الفينو. وطول الصباع بقى على حسب طول الرغيف، او مثلا ممكن تحطي 2 في الرغيف براحتك. بعد ما خلصت اهو كل الكميه، بسم الله ما شاء الله، والله دول من ربع كيلو. وبصوا كمان فاض معايا ازاي كريسبي من ابو 5 جنيه، بس فاض معايا. وهتقليه بقى كده في الزيت بكل سهوله، ما بياخدش وقت خالص. بصوا بالشكل ده، بسم الله ما شاء الله، طلع لي كميه كبيره قوي وطعمه جميل جدا وعجب ولادي، واوفر من الجبنه واللانشون كتير. لو عجبك بقى الفيديو بتاعي ما تنسينيش في اللايك والشير وسبسكرايب، وبألف هنا والشفا يا رب على قلوبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.